الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، واحد من بين 5 مرشحين أسهمهم ترتفع وتنخفض في الشارع المصري بين الحين والآخر. البلد ما فيهاش وقت يضيع، خلاص آخر فرصة لينا إن احنا نعدل البلد ونسلمها واقفة على حيلها، وهي تستحق مننا كده. ولد أحمد شفيق في محافظة القاهرة نوفمبر عام 1941، وتخرج في الكلية الجوية عام 1961. عمل بعدها طيارا بالقوات الجوية المصرية، وشارك في كل الحروب التي خاضتها مصر عبر عمله في المؤسسة العسكرية المصرية. واصل تلقيه العلوم العسكرية ليحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وزمالة كلية الحرب العليا للأسلحة المشتركة بباريس، ودكتوراه الفلسفة في الاستراتيجية القومية للفضاء الخارجي. كما عمل ملحقا عسكريا في السفارة المصرية بالعاصمة الإيطالية روما من عام 1984 ولمدة عامين. في عام 1991 عين شفيق رئيسا لأركان القوات الجوية المصرية، وفي إبريل من عام 1996 عين قائدا للقوات الجوية، واستمر في هذا المنصب مدة 6 سنوات، وهي تعتبر أطول فترة لقائد القوات الجوية في مصر. وبعد تركه لمنصبه في عام 2002 عين وزيرا للطيران المدني. برز اسم شفيق من بين الأسماء المرشحة لخلافة محمد حسني مبارك برئاسة مصر، وظهر ذلك بصحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها نشرته في ديسمبر من عام 2010. ظل شفيق لوقت طويل عسكريا مهنيا بعيدا عن ممارسة النشاط السياسي، لذا بدأ بالنسبة للكثيرين من شخصيات الظل البعيدة عن مقدمة المشهد السياسي المصري، حتى جاء يوم 29 يناير 2011 وكلفه الرئيس السابق مبارك بتشكيل حكومة جديدة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب. وبعد تنحي مبارك عن الحكم وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة في 11 فبراير سقطت حكومته، إلا أن المجلس الأعلى قرر استمرار عمل حكومته لتسيير الأعمال، وذلك حتى يتم تشكيل حكومة جديدة. وفي يوم 3 مارس 2011 تقدم شفيق باستقالته للمجلس الأعلى، وذلك قبل يوم واحد من مظاهرات مليونية دعت لها عدة حركات شبابية من أجل الإطاحة بحكومته، والتي اعتبروها من بقايا نظام مبارك، ليصدر بعدها مجموعة من شباب الفيسبوك المؤيدة للفريق أحمد شفيق حملة لترشيحه رئيسا لمصر تحت مسمى الحملة الشعبية لدعم الفريق أحمد شفيق رئيسا للجمهورية، حتى أعلن في أكتوبر من العام الماضي عن نيته الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية القادمة. الحكم لازم يبقى مدني، ولازم حضرتك تبص للعسكري اللي قلع على انه مدني. ويبدأ بعدها في نوفمبر أول جولات حملته الانتخابية في عدد من المحافظات المصرية. يقال أن الخلاف لا يفسد للود قضية، وقد يكون هناك المخالفين في الرأي، أدعوهم يتفضلوا معنا حتى لو اختلفنا في الرأي، هذا لا يعيبنا ولا يعيبهم. وأمس أعلن ترشحه بشكل رسمي لمنصب رئيس الجمهورية. أشرف بأن أعلن ترشحي لانتخابات رئاسة الجمهورية، والمقرر فتح الباب للتقدم لها في 10 مارس 2012. كريم شيخ، برنامج مصر الجديدة، مع معتز الدمرداش.